سولتيني شحال من مرة هاد السؤال وغنجاوبك دائما نفس الجواب. فالحق حق وإن قل أتباعه، والباطل باطل ولو انحازت له كل الدنيا. ما نقدرش نضيع وقتي في هادشي. اسمح لي واخا نكون سطلة، ما نقدرش، لأن الوقت محسوب عليا غدا أمام الله. ما كنتخيلش نفسي باركة قدام التلفازة كنتفرج بحال هاد البرامج، واحد مبرد مع راسو، مخلص مزيان، لابس مزيان، اصلا عايش على ظهر الدراوش، طفيلي بحال الكراد، داير حلقه مستقبل فيها شي طعيرجي ولا شي كارثه من الكوارث اللي ولاو دابا، وكيسولوا على الطفوله ديالو، كيفاش كينعس، كيفاش كيفاق، شحال كيلبس في رجليه، طرائف اللي وقعوا ليه، العطر المفضل عنده، واسئله تافهه من هذا القبيل. اذا انا ماذا ساستفيد من كل اجوبته؟ واش هو المهدي المنجرى رحمه الله، ولا تقي الدين الهلالي او عبد الكريم الخطابي رحمهم الله؟ ما فهمتش ليش باغيين يوصلوا من هاد البرامج. مغني، ممثل، مهرج، شيخه، انا شنو غنستفد الا عرفت طقوس حياته، لونهم المفضل، اول تجربه حب عاشوها، وزيد ما هي الاضافه التي ساحصل عليها ان عرفت تفاصيل حياتهم؟ لا شيء. والغريب في الامر ان بعض الناس يضيعون اوقاتا كثيره في تتبع هذه التفاهات. اخبار الفنانين، اخبار الرياضيين، هذا تزوج بهادي، هذا باعوه بالقد والقد، هذا بريت الفرقه الفلانيه، وتلقاه لا يعرف حتى نسب نبيه عليه الصلاه والسلام. كيعرف المغني الفلاني اش من لون عزيز عليه، امتى تطلق، امتى تزوج. ولا سولتي على تاريخ زواج ابيه بامه، اكيد انه لا يعرف، بل احيانا حتى الاسم الثلاثي لوالده يجهله، وله عذره، حيث الادمان على بحال هاد التخربيق نتيجته واضحه. وكيف كيقولوا المغاربه، كيولي سطل بلا تقرقيب. ايوا الدق تما وديها في راسك، ما بقى قد اللي فات. استغل وقتك مزيان فيما ينفعك، وارقى بنفسك وزكيها. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. حينها سترى مدى وضاعتهم وحقارتهم وتفاهتهم. والسلام عليكم.